في الفيديو ده انا هعرفكم ازاي ان احنا نقدر نزود متابعينا على السوشيال ميديا سواء فيسبوك او يوتيوب او انستجرام او تيك توك باقل الاسعار حرفيا. السيرفر اللي انا هشرحه في الفيديو ده انا مجربه لسنوات طويله وهو فعليا من افضل السيرفرات. ما تنساش ان انت تشترك هنا في القناه وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا على بركه الله تعالى. السيرفر اللي احنا نشرحه النهارده اسمه سو اس ام ام. رابط ان شاء الله تعالى السيرفر ده هسيبه ان شاء الله تعالى في وصف الفيديو او في اول تعليق، وقدامك الرابط اهو، ممكن انت تقدر تروح تكتبه في جوجل وتبدا تبحث عنه. اول صفحه تظهر لنا بالشكل ده اول ما ندخل على الرابط هنلاقيها بالشكل ده اللي هي صفحه تسجيل الدخول او انشاء الحساب. طبعا انت شخص لسه ما سجلش حساب في الموقع، فهتنزل لتحت وتضغط على كلمه انشاء حساب. هيفتح لك الصفحه اللي قدامك بالشكل ده. عندك خيارين هنا علشان تنشئ حساب على موقع سو اس ام ام. اول حاجه ان انت تشترك عن طريق جوجل او ان انت تملى بياناتك بشكل يدوي. يعني ايه؟ يعني انت تسجل حسابك عن طريق جوجل او ان انت تبدا تملى بياناتك. انا هبدا املى بياناتي عادي خالص، لكن انا عندي حساب، بس انا هعرفك ازاي هنملى بياناتنا. اول حاجه كده اسم المستخدم هو اسمك بالانجليزي ولكن الحروف تكون متشبكه، ومثلا تختمها بارقام. البريد الالكتروني بريد الكتروني يكون معاك وشغال وانت متاكد ان هو شغال، بيكون بالشكل ده. الاسم طبعا اي اسم عادي خالص، انا مثلا هكتبه باسمي، والباسورد ده حاجه سريه لازم تحتفظ بيها وتكون برضو معاك. زي ما حضراتكم شايفين كده انا مليت بياناتي بالشكل اللي قدامنا ده، وهضغط على كلمه انا لست برنامج روبوت. هيجيب لي علامه الصح دي كده. بعد كده هنضغط على انشاء حساب. طبعا ده حساب جديد على الموقع، انا ممكن اعمل متابعه علشان يحفظ لي الباسورد الخاص بيا، لكن انا طبعا عندي حساب قبل كده قديم، فهعمل ايه؟ هعمل تسجيل خروج بحيث ان انا ادخل للحساب الخاص بيا اللي كنت بستخدمه زمان. هاجي هنا بقى تسجيل الدخول. دي الصفحه برضو اللي هنواجهها علشان نسجل الدخول. هكتب هنا اسم المستخدم الخاص بيا وكلمه المرور. انا علشان حافظ الحساب قبل كده فحافظ الحساب، هكتب الاسم المستخدم هيظهر لي الباسورد، وهضغط على تذكرني وهضغط على تسجيل الدخول. ودي كده الواجهه رقم واحد اللي هنواجهها بعد ما نسجل دخول للموقع الخاص بينا. دلوقتي انا ده اول حاجه كده، ده اسم المستخدم الخاص بيك، وده المبلغ اللي انا انفقته في الموقع حوالي 51,000 جنيه. طبعا ده ان كان يثبت ان الموقع ده فعليا قوي، وانا ما بشرح لكمش اي حاجه وخلاص غير حاجات انا اكون مجربها ومتاكد منها ومتاكد انها كويسه جدا. ده الرصيد اللي معايا 506 جنيه. ودي اجمالي الطلبات اللي انا عملتها في الموقع لحد دلوقتي 598 طلب. طبعا بياناتي في الموقع تؤكد ان الموقع ده فعليا موقع موثوق وانا كنت بشتغل عليه لفترات طويله جدا. اول حاجه حابب اتكلم عنها هو دعم الموقع. اي حاجه فعليا تعطل فيها ادخل على طول كلم الدعم. هتكلمهم منين؟ هتكلمهم من علامه الواتساب اللي موجوده بالشكل ده. العلامه دي هتضغط عليها كده ضغطه واحده، هيفتح معاك الرقم الخاص بيهم على الواتساب، وتبدا ان انت تسالهم عن اي حاجه واقفه معاك في الموقع. وفعليا انا بناء على تجربتي الشخصيه الناس دي كويسين، اسلوبهم في التعامل كويس جدا وبيردوا بشكل سريع نسبيا، وانا شايف ان هو افضل دعم فني فعليا في السيرفرات المصريه حتى الان. ده الرقم الخاص بيهم على الواتساب. هتبدا ان انت تكلمهم وتطلب منهم اي حاجه انت عطلان فيها او خدمه بتسال عنها بشكل معين، او تسريع طلب او الغاء طلب او اي حاجه خاصه بالدعم. دلوقتي الدور ان احنا نبدا ان احنا نشرح كل الاوبشنز الموجوده في الموقع. اول حاجه كده علشان نوصل لكل الخيارات فهنضغط على الثلاث شرط الموجودين دول، ودي كل الخيارات الموجوده معانا في الموقع. اول حاجه كده هنواجهها هي الرصيد. الرصيد ده انت ممكن تحوله لجنيه، هو اصلا بالجنيه، ممكن تحوله لدولار، ممكن تحوله لعمله الجزائر، ممكن تحوله لعمله المغرب، ممكن تحوله لكذا عمله موجوده حسب انت منين، وتبدا ان انت تحول العمله بتاعتك علشان تقدر ان انت تقيم سعر الخدمات. وبرده في يورو، في عملات كتير جدا تقدر ان انت تحول ليها العمله بتاعتك بحيث ان انت تقدر تقيم سعر الخدمه. انا دلوقتي مستخدم الجنيه المصري بحيث ان انا ابقى عارف الخدمه دي بالنسبه لي بكام بالظبط. كده خلاص خلصنا اول حاجه اللي هي الرصيد. تاني حاجه اسمها سجل التحديثات. سجل التحديثات ده لو تضغط عليه هيجيب لك الصفحه اللي قدامك ده. اول حاجه كده هنا في فلتر حاجه اسمها الكل. دي بيقول لك خدمه جديده او خدمه تم تخفيض سعرها او خدمه تم رفع السعر او خدمه تم تمكين الخدمه او خدمه معطله. ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك لو انت عايز توصل لخدمات عليها عروض. ببساطه شديده جدا هتيجي تضغط على كلمه تم تخفيض السعر.
هتلاقي هنا كل الخدمات اللي تم تخفيض سعرها خلال الموقع خلال الساعات الأخيرة. بيقول لك أهو إن سعر الخدمة دي والله كان $2 والمبلغ ده، وأصبح حاليا دلوقتي $2.27. يعني إيه؟ يعني معنى كده إن تم تخفيض سعرها. برضو الخدمة دي كمان تم تخفيض سعرها من كده لكده. فدي كلها خدمات تم تخفيض سعرها خلال الأوقات اللي فاتت. وهنا برضو في خدمات بيقول لك خدمات جديده. يعني انت لو عايز تعرف ايه الخدمات اللي اتضافت جديده خلال الساعات الاخيره، هتضغط على كلمه خدمات جديده وتبدا ان انت تشوف ايه الخدمات الجديده اللي تم اضافتها. الحاجه اللي بعد كده معانا هي حاجه اسمها طلب جديد، ودي اهم حاجه فعليا في الموقع. انت عايز الموقع ليه اصلا؟ علشان انت تبدا تزود متابعينك على السوشيال ميديا، سواء لايكات، متابعين، اي حاجه انت عايز تزودها فعليا هتلاقيها. هننزل بقى لتحت هنا علشان ان احنا نقدر ان احنا نطلب طلب جديد. طب ايه هي الخدمات اللي موجوده اصلا؟ فعليا موجود كل خدمات السوشيال ميديا. يعني انت شايف تيك توك، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب. عندك كمان هنا لو نزلت تحت هتلاقي تويتر اكس، هتلاقي كمان شحن شدات ببجي، هتلاقي كمان شحن عملات تيك توك، هتلاقي تنزيل اخبار، هتلاقي كمان ابلاغات عن حسابات السوشيال ميديا، هتلاقي خدمات جوجل ادسنس، وهتلاقي كمان تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات انستجرام كتير جدا. هتلاقي خدمات ثريدز، الموقع الجديد التابع لانستجرام. هتلاقي خدمات الفيسبوك المصريين والاجانب. هتلاقي خدمات اليوتيوب كلها. هتلاقي خدمات تيك توك كتير جدا، وخدمات تليجرام، وخدمات كواي، وخدمات سناب شات، وخدمات واتساب، خدمات لينكد ان. عندك فعليا كل خدمات السوشيال ميديا اللي انت ممكن تحتاجها واللي ممكن ما تحتاج لهاش. احنا في الفيديو ده باذن الله تعالى هنزود متابعينا على انستجرام. هنجرب دلوقتي في حساب كده موجود معايا، هجرب فيه الخدمه بحيث ان احنا نشوف الموقع ده سريع بشكل عامل ازاي. دلوقتي انا هجيب رقم الخدمه من الدعم الفني على الواتساب، وهبدا ان انا اطلب الطلب. رقم الخدمة اللي إن شاء الله تعالى أنا هستخدمها في الفيديو ده هي رقم الخدمة رقم 1708. هي خدمة متابعين انستجرام بسعر فعليا أنا ما شفتش زيه حاليا، ب 63 جنيه و32 قرش. والخدمة دي أقل نسبة نقص فعليا، والتعويض بيتم بشكل فوري، وضمان 365 يوم، وحسابات قديمة مع منشورات. الخدمة دي فعليا أنا فرحان جدا إن أنا وصلت للخدمة دي، وهعتمد عليها بشكل كبير جدا الفترة الجاية. هنختار الخدمة بعد ما كتبنا الكود بتاعها عادي خالص. ودلوقتي عندنا حاجتين عايزين نجهزهم. أول حاجة رابط الحساب اللي احنا هنزود عليه الطلب. تاني حاجة الكمية اللي احنا إن شاء الله تعالى عايزين نزودها. أنا دلوقتي هروح أجيب الحساب اللي أنا عايز أزود عليه اللينك بتاعه، وهرجع تاني. طبعا ده الحساب اللي ان شاء الله تعالى انا هبدا ان انا ازود عليه المتابعين. طبعا انا خافي اليوزر نيم وخافي الاسم، بحيث يكون في حمايه لخصوصيه الشخص اللي انا هزود له المتابعين. الحاجه اللي احنا نعملها دلوقتي نضغط على الثلاث نقط اللي فوق بالشكل ده، ونبدا ان احنا نعمل نسخ عنوان URL لملف الشخصي، بحيث ان احنا ننسخ رابط الملف. بيقول لك جاري النسخ، بعد كده جالك تحت اهو تم نسخ الرابط. دلوقتي هنتاكد عدد المتابعين بتوعتنا كام بالظبط. دلوقتي معانا 89 متابع. دلوقتي هنعمل ريفريش، معانا برضو 89 متابع. خليكم فاكرين الرقم ده علشان هيتزود باذن الله تعالى بشكل سريع جدا. هنرجع دلوقتي لموقعنا سوق SMM، وبعد ما اخترنا الخدمه خلاص وتاكدنا من الكود بتاعها، هننزل هنا نعمل لصق للرابط بتاع الانستجرام زي ما هو كده بالظبط، مش هنعدل فيه اي حاجه. والكميه هنا هنحددها بقى بناء على العدد اللي احنا عايزينه. انت عايز تزود كام متابع بالظبط لحسابك على الانستجرام؟ او 420. انا هزودهم 420 متابع، بحيث ان هو يتزود ويوصل يعدي ال 500 متابع. دي طبعا التكلفه بيقول لك هنا اهي التكلفه كام. بيقول لك التكلفه 26 جنيه و59 قرش. طبعا تكلفه قليله جدا بالنسبه للخدمه دي وقوتها. طبعا لو حضرتك بصيت هنا في الوصف، وده مهم جدا ان انت تقراه قبل ما تطلب اي خدمه، بيقول لك ان وقت البدء من 0 ل 6 ساعات. وانا متاكد ان الخدمه دي ان شاء الله تعالى هتبدا بشكل سريع جدا جدا جدا. بيقول لك السرعه اليوميه 500 الف متابع في اليوم. يعني لو انت عايز تزود مليون متابع حرفيا هيوصلوا في خلال يومين فقط. ممكن السرعه اليوميه دي تختلف وممكن تقل وممكن تزيد، ولكن يعني معنى كده ان الخدمه سرعتها كويسه جدا. وبيقول لك هنا اعاده التعبئه لو حصل نقص في اي وقت من الاوقات 365 يوم. بعد كده دي شويه تنبيهات لازم برضو تقراها لانها بتتغير من خدمه لخدمه وتركز فيها كويس جدا. وهنا بيقول لك اهو يجب ان تكون الاعداد بمضاعفه 100 200 300 500. انا طبعا يعني الحته دي خالفتهم فيها، بس هي يعني ممكن يكون ما لهاش تاثير، ولكن انا عايز العدد ده مخصص. بعد كده الخطوه اللي احنا نعملها نضغط على كلمه شراء. بمجرد ما نضغط على كلمه شراء، ايه اللي هيحصل معانا؟ هيقول لك تم استلام طلبك، وهيجيب لك الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. الحاجه اللي انا بحب اعملها لما باخد اي طلب، باخد سكرين شوت للطلب علشان يكون محتفظ عندي بيه.
بيقول لك اهو ده معرف الطلب، ورقم الطلب ده مهم جدا 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 علشان لو حصل اي نقص بعد كده او اي حاجه حابب تتواصل فيها مع الدعم بخصوص الخدمه، لازم يكون معرف الطلب ده معاك. ودي تفاصيل عن الخدمه والكميه والسعر والمبلغ المتبقي معاك في حسابك. طيب ايه اللي هنعمله بعد كده علشان نتابع الطلب بتاعنا؟ هنضغط على الثلاث شرط دول ونروح لحاجه اسمها سجل الطلبات. سجل الطلبات هو المكان اللي موجوده فيه كل الطلبات الخاصه بيك. احنا دلوقتي طلبنا خدمه اهي اسمها متابعين انستجرام، والعدد بتاعنا اللي احنا عايزينه 450 متابع، وعدد البدء 89 متابع. بيقول لك قيد التنفيذ. يعني ايه قيد التنفيذ؟ يعني حاليا دلوقتي المفروض بيزيد. دلوقتي في تقسيمات هنا اهي للخدمات دي، كل الخدمات اللي انت طلبتها، ودي اللي قيد الانتظار. اللي قيد الانتظار ده حاجه كده زي ايه، زي محطه ما بين قيد التنفيذ والتنفيذ ذات نفسه. ودي قائمه المكتمله، يعني الخدمات اللي انا عملتها بالفعل ووصلت. وده اللي هو اتجزأ. يعني ايه اتجزأ؟ يعني وصل منه جزء وردوا لي لحسابي مبلغ جزء منه. ودي قيد المعالجه زيها زي قيد الانتظار. ودي الخدمات اللي تم الغائها. وللعلم اي خدمات بيتم الغائها بيرجع الرصيد لحسابك هنا بشكل تلقائي. الموقع هنا شغال بشكل اوتوماتيكي، اي حاجه بتتلغي بيرجع لك على طول ثمنها. دلوقتي احنا هنتابع طلبنا اللي هو قيد التنفيذ ده، هنشوفه هيوصل لحد فين. هنرجع تاني لحسابنا على الانستجرام ونشوف ايه الاخبار فيه. دلوقتي عدد المتابعين زي ما حضراتكم شايفين كده 89 متابع. هنعمل كده ريفريش. هنلاحظ ان عدد المتابعين بتوعنا وصلوا فعليا. يعني احنا كنا بنتكلم وفعليا المتابعين وصلوا 509 متابع دلوقتي عدد المتابعين في الحساب. نرجع دلوقتي لموقعنا وعايزين نجرب ونشوف باقي الاوبشنز الموجوده في الموقع. دلوقتي احنا خلاص طلبنا خدمه وفعليا هي الخدمه وصلت وتمت. دلوقتي ايه اللي هنعمله؟ هنضغط على الثلاث شرط دول علشان نكمل بقيه شرح الموقع. في حاجه بعد كده بعد كلمه طلب جديد اسمها سجل جماعي او طلب جماعي. الطلب الجماعي ده ايه؟ ده لو انا عايز اطلب اكتر من طلب في نفس الوقت ومش عايز اضيع وقتي. بمعنى اصح هجيب كود الخدمه اللي هو كان في الخدمه السابقه 1708، وهعمل بعد كده العلامه دي. وبعد كده هجيب لينك الطلب اللي انا عايز اعمل عليه التزويد له لصق. وبعد كده اعمل الشرطه دي. وبعد كده اكتب الكميه اللي انا عايزها مثلا 500. بعد كده هنعمل ايه؟ هنضغط على كلمه ارسال. انا طبعا ما بفضلش فكره الطلب الجماعي الا لو عندك كميه طلبات كتير جدا وحابب ان تختصر وقت. الحاجه اللي بعد كده هي حاجه اسمها اعاده التعبئه. اعاده التعبئه دي خاصه بالطلبات اللي انت زودتها ونقصت عن العدد اللي مطلوب. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تزود مثلا متابعين لاي منصه، وبعد مثلا شهر، بعد 3 شهور تلاقي ان عدد المتابعين وليكن مثلا بدا يقل. لو الخدمه ليها ضمان فهتبدا ان تقدم طلب اعاده تعبئه، وهتظهر هنا طلبات اعاده التعبئه اللي انت قدمتها وبالفعل تم تزويدها او ما زالت قيد التنفيذ. الخيار اللي بعد كده حاجه اسمها سجل الطلبات، ودي احنا شرحناها وعرفنا ان بيكون موجود فيها الطلبات اللي احنا عملناها وحالتها. زي ما انت شايف هنا كده حاله الطلب ده قيد التنفيذ مع انه هو وصل. دلوقتي هتلاقي انه هو يتسمع ان هو مكتمل. الحاجه اللي بعد كده هي حاجه اسمها جميع الخدمات. جميع الخدمات متشابهه مع سجل التحديثات، ولكن جميع الخدمات فيها تفاصيل اكتر. لو ضغطنا عليها هنلاقي ان هنا كل خدمات الموقع فعليا. بيعرفك ان متوسط وقت الوصول للخدمه دي 7 ساعات. بيعرفك ان والله ده الحد الاقصى للخدمه، وده الحد الادنى، وده السعر لكل 1000، وده اسم الخدمه، وده الكود بتاعها او الاي دي. وهنا برضو في فلتر لو عايز ان انت تشوف الخدمات الموجوده في الموقع فتقدر ان انت تتابعها كلها من هنا. وممكن برضو ان انت تتابع عادي خالص الخدمات من المكان الطبيعي ليها من هنا، سواء من هنا او من جميع الطلبات. فهي الحاجه المهمه جدا اللي احنا عايزين نشرحها بقى هي فكره اضافه الاموال للموقع. اضافه الاموال لو ضغطنا عليها بيقول لك اهو في عرض هنا دلوقتي شغال مكافاه 5% على جميع المدفوعات. بمعنى اصح لو انت حطيت اي مبلغ ايا يكن المبلغ ده ايه هيتم اضافه 5% على المبلغ اللي انت حطيته. يعني انت لو حطيت $1 هيتم اضافه 5% على $1 ده. طيب هو اصلا نقدر ازاي ان احنا ندفع فلوس في الموقع ده بحيث ان احنا نقدر نزود متابعينا؟ طرق الدفع هنا في الموقع متعدده جدا. يعني اول حاجه عندك فودافون كاش في مصر، دي طبعا اشهر وسيله دفع في مصر حاليا دلوقتي. وعندك كمان وسيله دفع في الهند، عندك باينانس باي. عندك وسائل دفع كتير جدا منها بايونير. وعندك كمان يو اس دي تي عن طريق التي ار سي. عندك كمان باير. وممكن كمان تدفع عن طريق الكريدت كارد.
وممكن تدفع عن طريق العملات المشفرة زي البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. انا ممكن مثلا ادفع عن طريق الفودافون كاش، فايه اللي هعمله؟ كل اللي انا هعمله هاخد الرقم ده كوبي، وهروح احول المبلغ من الرقم بتاعي. نكتب مثلا نجمة 9 نجمة 7 نجمة الرقم، بعد كده شباك، بعد كده نكتب مثلا المبلغ ونعمل شباك، وبعد كده نضغط اتصال ونكتب الباسورد وهيتم تحويل المبلغ. كل اللي احنا عايزينه علشان يتم اضافه المبلغ لحسابنا هو الرقم الخاص بيا اللي انا حولت منه، وليكن مثلا هو الرقم ده، والمبلغ اللي انا حولته اللي هو ال 500 مثلا، وهنضغط على كلمه دفع. بمجرد ما تضغط على كلمه دفع هيتم اضافه المبلغ تلقائي لحسابك على الموقع. لو الموقع مثلا علق معاك فتبدا ان انت تتواصل مع الدعم او تنتظر 10 دقائق او 5 دقائق ويتم اضافه المبلغ. بس برضو لازم تعمل الخطوه دي. زي ما عرفنا دلوقتي ان في وسائل دفع كتير جدا تقدر تضيف فيها وسائل فلوس على الموقع ده. يعني انت لو من بره مصر ممكن تستخدم باينانس، ممكن تستخدم بقيه وسائل الدفع. لو انت من مصر يفضل تستخدم فودافون كاش او باينانس براحتك جدا. الحاجه اللي بعد كده هنضغط برضو على الثلاث شرط دول، هي الدعم الفني. وانا اتكلمت في بدايه الفيديو عن الدعم الفني، ولكن الدعم الفني هنا عن طريق التذاكر. اي مشكله حرفيا انت بتواجهها هتيجي هنا تحدد الموضوع. المشكله بتاعتك فين؟ في طلب مثلا، هتخليك خلاص على فكره الطلب، وتيجي هنا بقى تختار الفئه. والله انت الطلب ده عايز تعمل له اعاده تعبئه، يعني زودت مثلا 500 متابع وبدا ان العدد ده يتناقص، فتعمل طلب اعاده تعبئه، وتيجي هنا تاخد الاي دي الخاص بالطلب، تيجي هنا سجل الطلبات وتاخد الاي دي بتاع الطلب، وترجع هنا تاني للدعم الفني، وتبدا ان انت تحط في اعاده التعبئه هنا الكود بتاع الطلب، وتبدا تقول لهم مثلا ان الخدمه دي نقصت، عاوز اعاده تعبئه، وبعد كده تعمل عرض تقديم طلب دعم. طيب مثلا الخدمه اللي انت عايز ان انت مثلا الطلب انت مش عايزه، فبعد قبل ما يبدا انت عايز تلغيه، او مثلا عملت طلب على رابط خطا، فهتعمل على الغاء، وتيجي تاخد رقم الطلب برضو تعمل له هنا لصق، وتكتب هنا الرساله اللي انت عايزها، انت عايز تعمل ايه، مثلا عايز اعمل الغاء. وهكذا لو انت مثلا عايز تسرع يعني الطلب يبدا سريع، لو مثلا الطلب عدى عليه 24 ساعه او يوم او اكتر، ممكن تعمل له طلب تسريع، برضو تاخد هنا الاي دي بتاع الطلب وتبدا تقول له هنا تسريع. طيب ممكن مثلا انت عايز تتكلم معاهم في اي حاجه تاني خاصه بالطلب، وتقول لهم موضوع اخر، وتبدا تكتب هنا اللي انت عايز تتكلم فيه. طيب هو في حاجات تانية ممكن تتكلم فيها مع الدعم الفني، الطلبات، وكمان في حاجة خاصة بالمدفوعات. لو مثلا حولت على فودافون كاش وما وصلش المبلغ، فهتضغط على كلمة مشكلة في الدفع، وتبدأ تكتب هنا المبلغ اللي انت حولته، وترفق لهم سكرين شوت بالتحويل والرقم اللي انت حولت منه. لو انت مثلا من مكان تاني بره مصر وعايز ان انت تضيف وسيلة دفع تاني مختلفة، فهتختار كلمة طريقة الدفع الخاصة بيه غير متوفرة، وتبدأ هنا تقول لهم تفاصيل عن وضعك، تقول لهم مثلا انا من كذا ووسيلة الدفع المتاحة لي هي كذا، هل ممكن تضيفها لي؟ وفي بقى حاجات تانية ممكن برضو تختار موضوع اخر وتتكلم مع الدعم الفني براحتك عادي خالص، وممكن هي ترفق ملفات زي سكرين شوت او لقطة شاشة. وممكن زي ما انا قلت لك برضو تتكلم مع الدعم الفني عن طريق الواتساب، بتضغط هنا ويبدأ نقول لك ليه الواتساب الخاص بالموقع. الحاجة اللي بعد كده هي اللوحة الفرعية ولوحة البرمجة. الحاجتين دول مختصين بحاجة مهمة جدا، وهي لو انت عندك سيرفر وعايز ان انت تسحب منهم خدمات. بمعنى اصح، لو انت عايز يكون عندك موقع تزويد خدمات خاص بيك، تواصل مع الدعم الفني عن طريق الواتساب وقول لهم ان انا عايز يكون عندي موقع خاص بيا زي الموقع بتاعكم. هيعرفوك ايه الخطوات اللي انت ممكن تعملها بحيث ان انت تحصل على اللوحة الفرعية. طبعا ثمن اللوحه الفرعيه بيقول لك هنا $15 لكل شهر. طبعا ده سعر كويس جدا، بتحدد كل التفاصيل الخاصه بيك زي نوع العمله اللي انت عايزها في الموقع. وبتبدا انت تتواصل مع الدعم عن طريق الواتساب، وبتبدا ان انت تشرح لهم وهم بيوضحوا لك الامور اللي هتتم ان شاء الله تعالى. الحاجه اللي بعد كده هي فكره التسويق بالعموله. لو انت مثلا عندك متابعين على السوشيال ميديا وعايز ان انت تربح من خلال الموقع ده، فايه اللي انت بتعمله؟ بتبدا ان انت تاخد اللينك ده كوبي، وبتبدا ان انت تبعته لزمايلك، لاصحابك، لجيرانك، لاي حد عايز يزود متابعين على السوشيال ميديا، وتبدا انت تقول له استخدم الموقع ده، الموقع ده كويس، وكل ما الشخص ده يستخدمه هيتم اضافه ليك نسبه العموله 1%، والحد الادنى لصرف الارباح هو $10. بمعنى اصح، اي حد هيتم ايداع في الموقع مثلا ده $1، فيتم اضافه ليك انت نسبه 1% من $1 دي. وبرضه هو نصيب الشخص الاولاني مش هينقص اي حاجه، دي ارباحك انت خاصه بيك. وممكن لما توصل ل $10 تبدا ان انت تسحب المبلغ ده من الموقع. الحاجه اللي بعد كده هي فكره الحساب
ودي هنا ممكن انت تغير منها كلمه المرور لو انت مثلا نسيت كلمه السر، او ان انت شاكك ان كلمه السر بتاعتك تم اختراقها، فتبدا انت تغير الباسورد بتاعك، تكتب هنا كلمه السر القديمه وتكتب هنا كلمه السر الجديده وتكررها مره تانية هنا، وبعد كده تضغط على تغيير كلمه السر. المصادقه الثنائيه دي برضو مهمه جدا، ولكن انا مش مفعلها لان الموقع امن جدا. الحاجه الاخيره معانا في الموقع اللي انا حابب ان شاء الله تعالى اتكلم عنها هي قنوات التواصل مع الموقع. لو انت نزلت تحت خالص زي ما انا بنزل كده وبدات ان انت تضغط على الكلمه دي اللي هي تليجرام، وتختار طبعا التليجرام الخاص بيك، يفتح لك التليجرام الخاص بالموقع هنا، وتبدا ان انت تشوف التحديثات والخدمات اللي بتنزل جديده. يعني زي ما انت شايف كده هنا دي خدمه تم اضافتها النهارده، ويعني دي رموز تعبيريه يعني تفاعلات. وممكن برضه تتواصل معاهم عن طريق الواتساب، او تشوف التحديثات اللي خاصه بالواتساب على قناه الواتساب الخاصه بالموقع. لو ضغطت هنا واتساب فيبدا ان هو ينقل لك لقناه الواتساب الخاصه بيهم، دي برضه هنا بيشاركوا بعض التحديثات. وكذلك برضه انت ممكن تتواصل معاهم عن طريق الدعم على الواتساب من خلال الضغط هنا، وتبدا ان انت تتواصل معاهم عادي خالص. او ممكن انت كمان تتواصل معاهم عن طريق التليجرام لو انت ما عندكش واتساب مثلا، او واتساب مش متاح في بلدك، فممكن تتواصل مع الدعم الفني عن طريق الواتساب الخاص بيهم. هيبدا يفتح لك الشكل ده، وتبدا انت تكتب لهم الرسائل اللي انت عايز تكتبها لهم هنا عادي خالص، وتبدا تتواصل معاهم. وبكده احنا فعليا شرحنا كل حاجه في الموقع الخاص بينا اليوم. وزي ما حضراتكم كده شايفين الخدمه بتاعتنا مكتمله، وجاي هنا حاجه اسمها اعاده التعبئه، دي لو حصل نقص ان شاء الله تعالى تبدا انت تضغط عليها ويبدا ان هو يعمل لك اعاده التعبئه الخاصه بالطلب. وبس كده، ده كان فيديو اليوم. ما تنساش ان انت تشترك هنا في القناه، تفعل جرس التنبيهات على الكل علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.